يا مساء الحلويات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بقول لكم يا مساء الحلويات. عندنا بقى البقلاوه الخطيره. تعالوا بقى نعمل بقلاوه كده، حاجه كده مسكره في رمضان وبأقل التكاليف وأرخص التكاليف، ومش هتكلفنا كتير ولا وقت كمان. عندنا أول حاجة هنعملها الشربات. عندي 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين مية. أول ما يخشوا على الغليان كده هعصر عليهم نص ليمونة، وهحط عليهم كيس فانيليا كده. حلو. خلصنا من الشربات، نسيبه على جنب يبرد شوية، او يستحسن لو حطيناه في التلاجة. هجيب بقى عندي هعمل الكريمة الكدابة الخطيرة. عندنا بقى نص كيلو لبن كده. اللبن ده عندي فظيع، جاي من درع البقرة عليه عدل. وعليه 3 معالق كبار كده حلوين نشا. وابتدي ان انا هو بارد اللبن، ابتدي بقى ان انا على نار هاديه كده ابتدي ان انا اقلب كده. ما تسيبهوش عشان خاطر ما يكلكعش منك او اي حاجه، ما يحصلش فيه كلكعه او اي حاجه. تفضلي تقلبي كده فيه رايح جاي عشان يبقى كريمي كده معاكي وشكله جميل وحلو زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفوا هيبتدي يتقل معانا واحده واحده ازاي. شايفين هيبتدي يتقل معانا اهو. الله على القوام والجمال. خلصنا بقى عندنا من الكريمه بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نروح على الجلاش. عندي صينيه هدهنها سمنه كده حلوه، وهبتدي ان انا احط رقين، مش هحط رق، ومن كل رقين ورقين هدهن سمنه زي ما انتوا شايفين كده. الله الله على الجمال. كل رقين ورقين هدهن سمنه. انا ما بحبش احط كل رق ورق عشان ما تبقاش سمينه قوي كده. رمضان بقى بجماله وحلوياته وخيره وبركته. اللهم دمها علينا نعمة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. احمدوا ربنا يا جماعة كتير. افضل الدعاء هو الحمد لله، هذا افضل الدعاء. احمدوا ربنا كتير ان ربنا رزقنا ده اصلا وخليه عندنا ده. ادعوا ربنا ان ربنا ادانا الصحة ان احنا نقف ونعمل الحاجات الجميلة الحلوة دي. ادانا رجلين وادانا ايدين وادانا عقل وادانا مخ نقدر نفكر ونقدر نعمل الحاجات دي للناس اللي احنا بنحبهم حبايبنا. انا كده تقريبا خلصت الرقات اللي هي تحت. هبتدي بقى ان انا اجيب الكريمه بتاعتي. شايفين الكريمه حتى بعد ما بردت وقعدت ولا فيها كلكعه ولا اي حاجه. انا بحبها تكون جوسي كده بجد. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. انا ما حطيتش فيها سكر ليه؟ لان انا ما بحبهاش مسكره، لان انا بستكفي بالعسل اللي بره بتاع البقلاوه ذات نفسه. العسل الشربات بتاع العسل بتاعي. انتوا لو عايزينها تبقى مسكره حطوا لها معلقتين سكر، هتبقى حلوه برضو على فكره. بعد ما حطيتها وما تحطهاش في الاطراف، حطوها في النص كده، ما تخليهاش توصل للاطراف بتاعه البقلاوه او اي حشوه عامه عشان خاطر ما تلزقش في الصينيه بتاعتكم. هبتدي ان انا احط الرقات التانية. انا زي ما قلت بحطها رقين، ما بحبش تكون مليانه كده دسم كتير. وكل رقين ورقين بدهن السمنة. انا تقريبا كده خلصت. عندي هبتدي ان هي اخر 2 هحطهم. هبتدي ان انا اشيل الزوايد بتاعتهم عشان خاطر اساوي الصينية من فوق وما يبقاش شكلها مش حلو. اللي انا كنت بطبقه ده، الزايد اللي كنت بطبقها تحت دي، لا مش هطبقها فوق في الوش. هبتدي ان انا اشيلها بالسكينة عندي. وبعد ما شلتها بالسكينة هبتدي ان انا اقطعها مثلثات. عايزين تقطعوها مربعات، سمبوكسه، اي اللي انتوا عايزين تقطعوها بيها قطعوها، بس انا فضلت ان انا اقطعها مثلثات كده.
حاجة بقى حلوة كده خطيرة للأولاد في البيت، مش هتكلفكوا كتير وهتفرح الأولاد قوي. انتوا مش متخيلين الأولاد عندي كانوا فرحانين ومبسوطين ازاي، يعني كانوا في قمة السعادة كده وانا بعمل معاهم الحلويات بتاعة رمضان بقى وطعمها جميل وشكلها لما طلعت كده من الفرن، وما كلفتنيش كتير. ما يعني لفة الجلاش اللي هي نضيفة قوي اللي هي عند الفرن اللي بيبيع الفطير وكده ب 12 جنيه ونص. ولا مثلا نقول الكريمه دي كلفتني مثلا 15 جنيه، ب 30 جنيه عملت اجمل صينيه بقلاوه. اجمل صينيه بقلاوه. شايفين بقى الجمال؟ شايفين اللون بتاعها الفظيع؟ الابيض اللي في النص ده كانت الكريمه بتاعتي طالعه شويه. شايفين؟ بس بقى انا اطلع قطعه كده فظيعه فظيعه. ويا سلام بقى لما تبرد، يعني انا دلوقتي القطعه دي وهي سخنه يعني بتحلو كمان لما تبرد. سبحان الله. هبتدي بقى ان انا ارش عليها بقى كده العسل بتاعي او الشربات اللي انا عاملاه الفظيع. الله الله على الجمال والحلاوه والطعامه، بجد انا مبسوطه من نفسي. تسلم ايدي. كل سنه وانتم طيبين، بعود عليكم الايام بخير يا رب. يا رب يجعل شهركم كله خير وفرح وسعاده وجبر الخاطر وخاطركم يا رب العالمين. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي هاجر احمد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وتعليق حلو زيكم، وما تنسونيش من دعايكم. كل سنه وانتم طيبين وبرمضان متهنيين يا رب العالمين.